انا جربت مسدسات صوت كتير، لكن اللي هكلمكم عنه النهارده هو اللي فعلا يستحمل وشفته بعيني يتحمل ضغط وسيناريوهات صعبه. خليك معايا وكمل الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبتدي الفيديو بتاعنا والتقييم هيكون بحسب الخامات والتحمل. اول فئه معانا هتكون القويه جدا. الفئه القويه جدا دي يعني تحمل وخامات ممتازه، واول مسدس فيها هيكون 925. انا مش محتاج اتكلم عنه كتير، هتلاقي فيديوهات تجارب كتير وناس بتضرب كتير. بيتحمل، محترم جدا. في ناس حصلت معاها مشاكل ومشهور عنه في سمعة كده مش مظبوطة، يعني سيئة، بس ده بسبب في ناس بتفك، في ناس وهو الفك بتاعه مش سهل. تمام، الفك بتاعه يعني ممكن يؤدي المشاكل والصيانه بتاعته ممكن تقدر، لكن هو مسدس محترم جدا للي يتعامل معاه كويس من غير ما يلعب فيه كتير. تاني اقوى مسدس بالنسبه لي عن تجربه هو الزوراكي 917. الزوراكي 917 معدنه وخاماته جميله جدا، وانا كنت عملت له فك وتركيب قبل كده وهتشوفوا خاماته، وبيستحمل تحت ضغط كل حاجه، شغال معاك طول العمر مفيش مشكله. ده غير ان احساسه بيديك نفس طابع ان انت معاك حي، يعني خاماته متكلفة وكويسة جدا. تالت مسدس معانا من حيث الأقوى هيكون الريتاي 17. شكله شبه الجلوك، خاماته متينة وبيستحمل كتير جدا. أنا طبعا مش عايز أطول في الفيديوهات لأن أغلب الحاجات دي أنا شارحها قبل كده، ولكن هي مجرد مقارنة. نخش في اللي بعده. نيجي رابع حاجة معانا مفاجأة طبعا، وهي المسدس الساقية، وتحديدا الإيكول اللي معايا النسخة دي. النسخة دي محترمة جدا، صوتها عالي جدا. ما فيهاش بقى فاهم، مش محتاجة منك عناية ولا أي حاجة. من الحاجات اللي أنا أحطها في المركز الرابع عن جدارة. وبكده نبقى خلصنا الفئة القوية جدا. نخش بقى معانا في الفئة المتوسطة، وأول مسدس فيها هو الريتاي بارون. طبعا مفاجأة بصراحة، وممكن على فكرة يخش معانا في المرتبة اللي هي المسدسات القوية، ولكن أنا قلت أخليه برضو في المتوسطة، ولكن هيبقى أعلى حاجة في المتوسطة. مفاجأة لأن خامته كويسة جدا. تمام، وفي نفس الوقت سعره في السوق يعتبر أرخص حاجة موجودة جديد. يعني انت ده يعتبر أرخص حاجة موجودة. استحمل كويس جدا وضربت بيه كتير. ولكن ممكن في ناس بيحصل لها مشاكل، ولكن انت عشان قلة الصيانة او الكلام ده كله، لكن هو ممتاز جدا وصوته كويس جدا. نيجي بعد كده في المرتبة اللي بعده الريتاي مود 92. طبعا دي حتة مميزة جدا جدا في اللون وفي كل حاجة، مطلوبة جدا وبرغبة. شكله ممتاز شبيه البريتا، خامات معقولة، لكن لازم يتصين ويتزيد باستمرار. ولكن حتة كويسة جدا يعني. يجي بعد كده حبيب الملايين الايكول جاكال. الايكول جاكال من الحاجات اللي خاماته معدن، ولكنه تقيل حبتين تلاتة. تمام. بس بما ان في اوتوماتيك واي حاجه فيها فرد اوتوماتيك محتاجه عنايه شويه يعني، وبرضه بتقلل العمر الافتراضي لما تضرب بيه اوتوماتيك على طول. ولكن هو كويس جدا، بس لو اهتميت بالصيانه هيعيش معاك، ولا هتلاقي بقى مشكله اصل الشاكوش وبينطر مره واحده ولا الكلام ده كله. اهتم بصيانه الحاجه، ودول انا حطيتهم في الفئه المتوسطه عشان بيحتاجوا عنايه. هضيف لكم الاثنين دول مع بعض، البلو تي ار 92 والبلو تي ار 17. الاثنين ممتازين، بس فيهم تفاصيل بلاستيكيه اللي محتاجه حرص، ولكن الاثنين محترمين جدا. وشاكوش قوي جدا هنا في البلو تي ار 92، وكذلك في البلو تي ار 17. الاثنين من جوه على فكره مزودين بقطع صلب، ولكن فيهم حتت بلاستيكيه محتاجه حرص، يعني الشغل ده كده بيحتاج حرص، لكن ممتازين جدا كصوت وككل حاجه وكاداء. والشاكوش محترم جدا ومفهومش اعطال، ولكن من وجهه نظري هيحتاجوا حرص ما يتخبطش منك، ما يقعش، ان الموضوع البلاستيك ده ممكن ده مثلا لو وقع منك تلاقي مثلا الحته دي فصلت عندي شويه، ممكن يواجهك مشاكل شبه. اخر حاجتين هحطهم معايا في الفئه المتوسطه هي هتكون الفالترو الايطالي، وبرده البلو اف 92. الاثنين يعتبر بالنسبه لي واحد. الفالترو ايطالي وماسك سعر تمام، يعني يقول لك استحمل ومش عارف ايه، لكن انا بالنسبه لي مش بحبه لسبب ان هو حتى الفك والتركيب بتاعه صعب. يعني انت هنا دي لازم تفكها، بعد كده بتطلع دي، بعد كده تفكه عادي. فهو صعب في التعامل شويه.
انا يعني حاسس ان هو ممكن تكون خاماته مش احسن حاجه في الايطالي، فهضمه مع هو والبلو اف 92 في الفئه المتوسطه. نيجي بقى للفئه اللي اقل من المتوسطه شويه، وده لسبب واحد، هو ده البلاك ستون. البلاك ستون كان نزل في فتره انا حبيته جدا على فكره، يعني انا من الناس اللي بحبه جدا. الامان بتاعه كويس، في امان، اجزاءه كلها معدن، خاماته كويسه على فكره، ولكن تقفيله مش احسن حاجه. بس صوته عالي جدا، ممتاز بصراحة، ولكن تقفيله مش أحسن حاجة. يعني أنت لو ركزت في التفاصيل هتلاقي كده إن إيه، إن هو في فاصل هنا مثلا شوية، الكلام ده كله، لكن هو ممتاز جدا. يعني صوته عالي جدا وكويس، لكن أحطه في الفئة اللي بعد المتوسط على طول. فأنت لو هتشتري مسدس صوت اختار حسب الاستخدام بتاعك. لو عاوزها شكل قوي للاستعراض في موديلات تنفع، ولو انت هتستخدمها كتير وتضغط عليها لازم تركز على الخامة والتجربة الفعلية. وانا اغلب اصلا الفيديوهات بتاعتي هتلاقيها تجارب فعلية، خش واتفرج عليها. فانا اكتر واحد بكون مجرب الموضوع فعلي، لان انا اصلا هاوي ومقتنع قبل اي حاجة. انا القائد وراجع لكم بحلقات اقوى عن الاسلحة وانظمتها. اكتبوا لي في التعليقات ايه اكتر موديل جربتوه واستحمل معاكم،